لو رموشك خفيفة وبتقع، حواجبك خفيفة وفيها فراغات، ونفسك حواجبك تبقى كثيفة ورموشك طويلة وكثيفة، وكل ينبهر بجمال عينك ورموشك الكثيفة في خلال 3 أيام، وبمكونات متوفرة في كل بيت هتفرق معاكي كتير في خلال 3 أيام. الكل هيحسدك على وهنقول على حاجات خاصة بالسعادة الزوجية قبل ما نبدأ في الوصفة مع بعض. فتابعيني وما تنسينيش باللايك والشير، واستمع للنصائح الجميلة معايا. قبل ما نبدأ في نصائح لحياة زوجية سعيدة، حكمة جميلة أو حابة أقولها لكم. المرأة الجميلة تجذب الرجل لساعات، لكن المرأة العفيفة بتجذبه مدى الحياة. ومن الأسس الجميلة قوي للزواج إن الزواج ما يكونش قايم على المال، لأن الزواج اللي بيبقى قايم على المال بيبقى زواج فاشل. وأهم حاجة عند الزواج إن كل واحد بيعطي أفضل ما عنده دون النظر الآخر هيديني الطرف التاني هيديني إيه، يعني واحدة وواحدة، لأن لو اشتغلنا واحدة بواحدة هيبقى نظام تجار مش نظام زواج قايم على المودة والرحمة. يعني مثلا انت قلت لزوج او قال لك صباح الخير، ما بقاش منتظرة الرد، لان صباح الخير دي في حد ذاتها بتبقى عاطفة وحب بنفرغه. وحسن تفاعل المرأة لزوجها وتزينها لزوجها وحسن عشرتها ليه بيعدل عند الله ثواب الصائم القائم للرجال. اللقمة اللي الرجل بيضحى بفم زوجته عبادة، لكن في حاجات بنهملها في حياتنا الزوجية. يعني مثلا في رمضان بيبقى كل واحدة حريصة ان هي تختم القرآن 2 و3 و4 مرات. طب انتي اهتميتي بنفسك في رمضان مثلا 2 3 تزينتي لزوجك يرجع من الشغل بتاعه يلاقيكي يعني في أبهى صورة تخففي عنه متاعب اليوم بتاع، محدش بيهتم بالمواضيع دي. وقبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا صلوا وسلموا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، زيدوا النبي صلى الله عليه. أول حاجة عندي في الوصفة بتاعتي هي إيه؟ هي البصل. تمام؟ هنجيب الأول نقشره مع بعض ونقشره بقشر ناعم. وطبعا البصل معروف ان هو بينتج الكيراتين اللي هو ضروري لنمو الشعر. تمام؟ بيزيد طول الشعر، بيرطب الشعر، بيخلصني من القشرة. ده طبعا لو بتستخدمي الوصفة على شعرك طبعا. تمام؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبيعزز لي نمو الشعر وخصوصا الناس اللي مصابه بالصلع، وبيمنع ظهور الشيب. ده لو بتستخدمي الوصفه برضو لشعرك. وطبعا البصل رهيب، سواء استخدمتيها لا لشعرك لحواجبك لرموشك. يعني انا هقول لك واحنا بنشتغل مع بعض دلوقتي كده وصفه جميله كده للشعر بقى، كثافه وطول بقى ونعومه زي الحرير من اول مره. ميه البصل اللي هنعملها ديت حطي عليها كده بياض بيضه وكبسولتين فيتامين ايه، وتوكلي على الله وحطها على شعرك لمده ساعه، واتفرجي بقى على الجمال بعدها وادعي لي بقى. مع ام عمرو هتلاقي كل جديد ان شاء الله. كده عملنا البصلايه. تمام؟ عايزين ايه؟ ناخد الميه بتاعه البصلايه.
ناخد بقى ايه الميه من البصل بقى، ولا تقولي لي مصفى ولا بتاع، احسن من المصفى. شايفه الجمال؟ ناخد ميه البصل اللي معانا الجميله دي، وما تستنمش القشر، كل حاجه هنستخدمها، مش هنرمي التفل ده طبعا. تمام. وانت بتشوفي الفيديو كده بقى، ما تنسيش ايه باللايك واشتراك وتعليق جميل زي كده. ربنا يسعدكم يا رب. البصل الاحمر ده فظيع للشعر. تمام. وادي عصريه كمان كده. بس كده. دلوقتي عندي ميه البصل اهيت، هنقوم حاطين عليها نص، لا معلقه فازلين. تمام. وبعدين هنجيب لها بقى نص معلقه زيت لوز. تمام. ما عندكيش زيت لوز بتحطي كبسوله فيتامين ايه. طب انت هتقولي لي دلوقتي طيب انا هعمل، قولي معايا ازاي الفازلين هيدوب في ميه البصل. هنعملها مع بعض. ونحط نص زيت لوز تمام. ونبدأ ندوبهم مع بعض. ادي عندي طبق اهوت فيه ميه، ونبدأ كده ندوب الفازلين مع ميه البصل. واحنا قلنا حطينا نص معلقه زيت لوز، او ما عندكيش زيت لوز بتحطي ايه يا جميل؟ بتحطي كبسولة فيتامين ايه. واحنا عارفين ان زيت اللوز بيكثف الشعر، بيدي نعومة وترطيب للشعر. تمام اهو. ده بهوت وابتزج معاه اهو، والدنيا بقت جميلة اهو. ازاي بقى هنطبقها على الحواجب؟ ادي عندي مسكرة اهي. تمام. بقوم ايه واخداها كده. على فكرة كنت اقول لكم على حاجة، الخليط اللي احنا عملناه ده بتحطيه في علبة طبعا، وتحتفظي بيه فين؟ في التلاجة. ازاي بقى اطبقها على الحواجب كده؟ ماشي. وايه، وتمشي كده على الحواجب، على المنطقة اللي فيها ايه، اللي فيها الشعر. يا ربي، يعني حتى المسكرة. تمام. وتبداي ايه، تمشي كده على المنطقة اللي ايه، اللي فيها الشعر كده. وطبعا اما تيجي تاخديها من التلاجة مش هتلاقيها سايحة زي دلوقتي كده، هتلاقي الدنيا ايه عاملة جامدة. هتشيلي الزوايد اللي فيها كده كده. تمام. وبعدين ايه تمشيها كده على. بالنسبة بقى لإيه، للرموش، أجي على أطراف الرموش وبهدوء كده، بس أطراف الرموش بس كده. تمام. ماليش علاقة بإيه، يعني ما قولوا معايا، ما تدخلش على على الجذور بتاع الرموش، لأ. الحواجب بتاخدها كلها لكن الرموش على الأطراف بس. الحواجب قلنا كده، على كل الحواجب بنمشي بإيه، تبع إيه اتجاه الحواجب، اتجاه الشعر كده. ماشي. الرموش على الإيه، على الأطراف. تمام. هنيجي بقى الوصفة القنبلة اللي بعد كده، وصفة فظيعة ومكوناتها تعتبر كلها من المطبخ عندك. تمام. انتوا طبعا عارفين ان احنا قلنا الايه اسمه البصل التفل، ما احناش هنرميه، صح؟
دلوقتي هنجيب فص ثوم، تمام، فص ثوم صغنون اهو، تمام، وهناخده مع تفل البصل اللي احنا عاملينه. فص ثوم وننزل عليه تفل البصل، تمام، وهنحط عليه زيت زيتون. ادي زيت الزيتون يا جماعه، يعني قولي معلقتين كبار زيت زيتون، تمام. زيت زيتون، معلقتين كبار زيت زيتون. هاخد الخليط اللي عندي ده واحطه على نار هاديه واقلب فيه على طول، ايدي فيه على طول، عشان اخد كل فوايد الثوم والبصل تنزل لي في زيت الزيتون. اهو دلوقتي عندي اهوت الثوم والبصل وحطينا عليهم زيت الزيتون، وزي ما قلنا ايدينا مستمره تقليب فيهم علشان اخد الفوايد بتاعه البصل والثوم تبقى كلها في زيت الزيتون. ودلوقتي طبعا اما خلصنا مرحله ان احنا حطينا البصل والثوم مع الزيتون على النار، هنبدا نصفيهم مع بعض. عشان نستخلص كل عشان ناخد كل الزيت الموجود عندي فيهم. على فكرة الوصفة ديت ينفع تستخدميها لشعرك كمان، تعملي بيها حمام زيت للشعر، تمام، وتسيبيها في شعرك لمدة ساعة ساعتين وتغسليه طبعا، وبعد تفرط الراس كويس. علشان الوصفة عندها هيت بعد ما ضفت لها كمان نص معلقة زيت خروع، هتبقى بالشكل عندي ده كده، تمام، عشان كلنا عارفين طبعا زيت الخروع بقى في كثافة الشعر ده. وديت بقى طبعا اما تحطيها تكفيك عندك اسبوع اسبوعين 3 في التلاجة، فظيعة اهي. ماشي، بنبدأ برضو نطبقها على على الحواجب. ماشي، اتجاه نمو الشعر كده. اما الرموش، اطراف الرموش فقط هي اللي هتعمليها بالوصفة، تمام، ما تروحيش يمة جذور الشعر، تمام. وتفرجي على كثافة شعرك في خلال اسبوع، كثافة الرموش والحواجب.